السلام عليكم يا شباب. فيديو النهارده جديد بس مش عن بقى السفر لألمانيا، عن بعد السفر لألمانيا وعيشتك في ألمانيا نفسها. هتكلم عن حياة الطالب نفسها جوه البلد، عاملة ازاي، يومه عامل ازاي، بيصحى الساعة كام، بيروح كليته امتى. كل الحاجات دي هتكلم عليها دلوقتي. بالنسبة للطالب يعني المتوسط بتاعه عشان يصحى الصبح الساعة 7 تقريبا، يظبط حاله، ياكل، ياخد شاور، ينزل الساعة 8 عبال ما يوصل لكليته. الساعة 8 ونص تقريبا المحاضرات بتبدأ، وبتستمر المحاضرات معاه لحد حوالي في المتوسط، مش هقول طب بتاع 7 و8، لا هقول متوسط 4 اللي هي الهندسة ممكن كمان صيدلة توصل ل5. يعني في المتوسط نقول الساعة 4، بلاش 5 ولا 7 ولا 8. بعد كده هو لما يرجع من كليته طبعا راجع مدغدغ، نقول نص ساعة كمان مواصلات، هيوصل بيته مثلا الساعة 4:30 ل5 يعني. بعد ما يوصل وراه كذا حاجة يعملها، وراه يحضر لنفسه أكل، وراه يكلم أهله، وطبعا وراه يذاكر. ولو هو وراه غسيل ممكن يعمله، بس خلينا الغسيل ممكن نقوله بيعمله في الأجازة الأسبوعية بتاعته، فمش مشكلة الغسيل، نخلي الغسيل بره دلوقتي. فهو هيبدأ يحضر لنفسه الأكل، والأكل نهوت مش زي بقى في مصر انت قاعد مع عيلتك وفي 10 أطباق قدامك وبتاكل من ده وبتاكل من ده وبتاكل من ده. لا، هو انت بيبقى الموضوع بسيط خالص، بتعمل لنفسك طبق أي حاجة بسيطة، تبدأ تاكل كوباية شاي، يعني نقول ساعة كده مثلا بتبدأ تاكل فيها وبتظبط حالك. بعد كده عايز تكلم أهلك. في المتوسط بالنسبة لي أنا شخصيا بكلم أهلي في اليوم مثلا نص ساعة. بعد النص ساعة دي نقول الساعة وصلت كام دلوقتي؟ الساعة وصلت حوالي 6 مثلا، 6:30. المفروض اللي هو هيبدأ يذاكر. لو قلنا طالب في هندسة، مفروض أقل واجب مذاكرة في اليوم 3 4 ساعات عشان يواظب مع دراسته. طبعا كل واحد بقى ليه المشاريع بتاعته، وراه assignment يعمله عشان درجات. الحاجات دي كلها برضو بتاخد وقت، فنخلينا نقول المذاكرة في اليوم 4 ساعات. يبقى هو كده وصل للساعة مثلا 10:30 11، ما عملش أي حاجة ترفيهية. كل اللي عمله راح كليته، رجع عمل لنفسه أكل، كلم أهله، ذاكر، وبرضو مريحش نفسه خالص. كل الموضوع ده مجهد، أنا بتكلم عن كده إنسان آلي شغال. نخش بقى في حاجة تانية، اللي هو ما اشتغلش اصلا. يعني دلوقتي المفروض الطالب هيشتغل عشان يصرف عن نفسه. هو كده لحد دلوقتي ما اشتغلش، وقفل معاه اليوم على الساعة 11 بالليل. في ايه تاني ممكن يعمله؟ اه، لو هو مثلا عايز يقعد على النت شوية، عايز يقعد على الفيس، يعني نقوله مثلا هو خلص مذاكرة 10:30 11، هيقعد على الفيس ساعة الساعة 12، وهينام ويصحى تاني يوم الصبح، وخلص الموضوع على كده. قضى يومه كله ضغط، ريح نفسه ساعتين مثلا اللي هو في اخر اليوم، وبعد كده نام، وما اشتغلش لحد دلوقتي. فالموضوع انا بقول ليه بقى الفيديو دوت، مش بقول عشان اعقد الناس اللي هي ما تجيش المانيا، بس بقول للناس لازم تفهم يعني ايه هو طالب جاي في المانيا معتمد على نفسه في كل حاجه، في اكله وفي شربه وفي غسيله، ترويق اوضته، في كل حاجه. غير كمان طبعا الاجراءات اللي بترخم عليه، كل شويه يروح مبنى البلديه يخلص ورقه، يعمل ورقه اقامه، سكن الطلبه يقولوا له هات ورقه بتقول انك بتدرس في الترم عشان نكمل سكنك. كل الحاجات دي برضو بترخم عليه، بس في نفس الوقت الموضوع ممتع لانك انت بتعتمد على نفسك في كل حاجة، مش محتاج لحد، بتروح بتيجي، ظبط حالك، ظبط وقتك، تروح كليتك، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. سلام.